الجنة يستنى فيها، من خدها شبعت أحلى القبولات ولمستها والله ماني نسيها، من يدها أجمل لمسات وأنا بسمة من عندي تدفيها، تبقى لي منها ذكرى حتى للممات، تبقى لي منها ذكرى حتى للممات، ومحبتها في قلبي راني مخبيها، نرفع صوتي بأجمل النغمات، وكل الناس كلامي راني مسهيها. يعطيك الصحة، شكرا على هذه الكلمات الجميلة المهداة لكل أم اللي ربت وتعبت. كما يقولوا الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. الأم هي المدرسة، هي الصديقة، هي الحنان، هي أقل شيء إنه الإنسان يكتب لها كلمات مهداة لها. الأم هي وطن. صح. الأم كونها هي والوطن هو أمه، حتى تقدر تميز ولا تنظر للوطن تاعك كأنها أمك. نعم تفضل. ولو كان نوليو باش نديروها في المراتب تجي المرتبة الأولى، السيدة الأولى في المجتمع المدني، يعني الأم، الأخت، الزوجة نحطوها في المكان الأول كأم. نعم. يعني تحية راهي يشاهدني كل التحية والتقدير لها. هذه هديتك للأم الجزائرية. طيب هذه الأبيات وهذه الكلمات كيفاش حتى كتبتها؟ كيفاش اخترت إنه تكتب هذه الكلمات؟ والله أنا في البيت أنا وحداني، ما عندي لا أخ لا أخت، وحبها وحنانتها يعني تفقوا لي كلا سلم، يعني تمطرني بالمحبة نتاعها بكل حب وحنين، يعني من خلال الحب نتاعها وكل شيء تقدموا ليه يعني خلاني يعني نحبها فوق الحب نحبها. نعم. يعني كانت هي الأخت، هي الصديقة، هي كل شيء، هي الوطن تاعي. نعم. إذا كانت علاقتك خاصة مع الوالدة كان فيها الفضل إنك كتبت هذه الكلمات. شيء أكيد، يعني نعم. كانت هي بعد ما توفى الوالد تاعي كانت هي الأب، هي الأم، يعني ما نقدرش يعني نترجم، بس لو كان نكتب لها تاريخ ما يكفيش عليها. يتابع فينا، ما يتابع فيها ومشاهدها. تحية كبيرة لوالدتك وكل والدة وأم يتابع فينا. طبعا حفظ الله أمهاتكم ورحم الله كل أم توفات، وكل الوالدين هم أصلا عندهم والمفاجأة الكبرى اللي ما قلتلهاش بلي غادي ندوز في التلفزيون، حبيت نخلي لها مفاجأة. أجمل مفاجأة أكيد. إنك تهدي لها عبر البرنامج هذه الكلمات. أكيد. نعم. طيب قولي أول مرة كتبت، أول مولود ليك وقتاش، في أي عمر؟ في أنا عمر 21 عام، كان 2008. أنا تلميذ للمرحوم نزل قباني اللي متأثر به، للجنون نزل قباني، محمود درويش، وبعض الفلاسفة والأدباء الكبار مثل سقراط وغيرها من الأدباء، لكن نزل قباني لعب يعني نقطة كبيرة بزاف في حياتي. نعم تأثرت به. طيب في رأيك موهبة الكتابة وملكة الكتابة هل تكون يعني الإنسان يولد بها، ولا القراءات وربما حفظ القرآن الكريم وقراءات الكتب المختلفة وأمور كثيرة هي تغذيها وتطورها؟ القرآن الكريم يضيف نفس مميز. نعم. في الوزن تاع القافية. نعم. لكن باش واحد يكون شاعر لازم يكون أو مبدع أو كاتب أو روائي، لازم يكون يحتك بكبار الأدباء. نعم. لازم يكون يعشق الشيء اللي راه حاب يديره. يعني أنا 15 سنة في الميدان الأدبي الثقافي، عندي العديد من الأعمال الأدبية الثقافية، يعني ومن أهم الأعمال المولود اللي نعم كتاب اللي أول، هذا الكتاب الوحيد اللي قدمته أول إن شاء الله ماشي الآخر. إن شاء الله. نعم لمسة حب من قلب صادق. نعم. هذا كتبته للزوجة الكريمة تاعي اللي نحييها على المباشر، وأعظم القصائد اللي كتبتهم في خطرها. نعم. تحية ليها أيضا. ما تغيرش، ما ننساوش الزوجة أكيد. حبيت القلم هنا نضل راح تقرأ. أنا بس قصيدة باش نوجدها. نعم يلا عطينا أثرنا شوية بالكتاب تفضل. في الفصيح عندي نظرة خاصة. تفضل. دائما يسألونني عنها فأقول إنها البدر نزلت في ليلة فيها الحب والحنين. يسألونني عنها فقول إنها أم الجمال، وإليها يعود الجمال منحنيا إلى رجليها أسير. يسألونني عنها فأقول إنها خير من 1000 امرأة في هذا الكون الكبير. يسألونني عن شعرها فأقول إنه الحرير ومن حوله الطير يغرد للجمال الأصيل. يسألونني عن جمالها فأقول
فأقول إنها المرآة تخجل من الوقوف أمامها خوفا من تصادم الوجيز. يسألونني عن عدم وصفها فأقول لهم إنها الشمس، والشمس في النهار وصفها طويل وشعاعها كبير، فيترجونني عن وصفها ولو بالقليل. فقلت إنها القمر القصير المدى، والنجوم من حولها كالحمام بين الشعير. يسألونني عن حالها فأقول لهم إنها النور عند البقاء، والظلام عند الوداع الأخير. من يراها تتدفق دموع عينيه كالمطر الغزير، وتتواضع روحه كالفراش على السرير المستدير. صوتها ليس له على الأرض مثيل. يسألوني عن عينيها فأقول إنها تمطر عسلا في فم فتى صغير. ويسألونني عنها فأقول لهم إنها آية من آيات الله الجليل. فسبحان الذي خلقها، الذي أهداها الجمال المنير، الذي ينير على كل وجه يراه في يوم جميل. من يسمعها يتفطن من حلم عميق ويحس بدفء الحنين. ومن يراها يتمنى أن يجمعه الله بها عما قريب، والقربة بها وصيل. أنت الحب، أنت الحياة، أنت العمر، أنت الممات، أنت كل شيء في الحياة. يا سلام، يعطيك الصحة، كلمات معبرة. أتمنى أن تكون خفيفة على المشاهدين الكرام، وأن تكون كلماتي راقية مثل الإحساس. طبعا هي كلمات راقية والإحساس ظاهر عبر طريقة القراءة أو حتى الكلمات والعبارات المختارة. طيب ما هي